سادة المتابعين، نطوف معكم اليوم في أولى حلقات الدرور. هذه الحلقة التي تعد حقيقة توصيفا للماضي وتزخيرا لما كان عليه الأجداد والآباء من أهمية كبيرة بالتراث. فنحن أمام الدرور، وهي حسابات فلكية قديمة. اليوم نحن معكم مع در 90 الذي يبدأ مع بزوغ فجر 13 من يناير وينتهي في 22 من نفس الشهر. وحقيقة يمتاز هذا الدر بالرياح الخفيفة الباردة التي غالبا ما تهب من الشرق، وتحديدا على الفجيرة من البحر، وتكون باردة نوعا ما. وحساب 90 غالبا ما يأتينا بالمطر، ويقال قديما إنها حالفة تمطر حتى لو تبل ريش الدجاج، أي الطير، كناية عن إنها لا بد أن تمطر ولو بالشيء القليل. ومن خلال متابعتنا لهذا الدر في السنوات الماضية اتضح فعلا إنه بالفعل يأتي بالمطر، ولكن دائما الأمطار في علم الغيب، وهي بمشيئة رب العالمين. هنا تأكيد على أن الدر 90 يأتي بعد دري 70 و80، واللذين يمتازان بغزارة الأمطار، لذلك يكون هذا الدر باردا نوعا ما. كما قيل من الأمثال القديمة: ما تروي برها حتى تروي بحرها، كناية عن أن المطر يبدأ في البحر أولا ثم يأتي على اليابسة. وحقيقة هذا الدر هو من الدرور الذي ينتصف ما بين در 80 ودر 100. وهذا الدر يأتي دائما بالخير الكثير، وهناك فيها أيضا تشتهر بعض الزراعة، وأيضا حصاد كثير من الثمرات، خاصة ثمرة الفندال، هو بالمعنى العربي هي البطاطا الحلوة. اليوم طفنا معكم في هذا الدر، وفي الحلقة القادمة سوف نكون معكم في در 100. وأيضا در 100 فيه الكثير من المعاني التي يمكن أن تشتهر بها هذه المنطقة. إلى أن نلتقي معكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.